السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إليكم أبرز عناوين أخبار اليوم. مدرب باريس سان جيرمان يكشف سبب غياب أشرف حكيمي عن مباراة الدوري الفرنسي. لن تصدق ما حدث للاعب المغربي إسماعيل بخوش بعد مباراة برشلونة. وليد الركراكي يحيط جولته الأوروبية بسياج من السرية خوفاً من المنتخبات الأوروبية. مدرب باريس سان جيرمان يكشف سبب غياب أشرف حكيمي. كشف المدرب الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان عن سبب غياب النجم المغربي أشرف حكيمي عن مباراة فريقه ضد لانس ضمن منافسات الدوري الفرنسي. وأوضح أن القرار لم يكن بسبب الإصابة، وإنما لإراحة اللاعب بعد جدول مزدحم بالمباريات تجنباً للإرهاق أو الإصابات. وأشار إنريكي إلى أهمية حكيمي في التوازن بين الدفاع والهجوم، خاصة مع اقتراب مواجهة قوية أمام مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا. لن تصدق ما حدث للاعب المغربي إسماعيل بخوش. شهدت مباراة برشلونة وختافي لحظات مثيرة للجدل، حيث شارك اللاعب المغربي الشاب إسماعيل بخوش في دقائق المباراة الأخيرة. لكن المشادة التي وقعت بينه وبين لاعبي برشلونة، خصوصاً أليخاندرو بالدي ورافينيا، أشعلت الأجواء داخل الملعب وخارجه. تلقى بخوش هجوماً لاذعاً من جماهير برشلونة التي أظهرت غضبها بعد تعادل الفريق، خاصة بعد تداول الصور لبخوش في أكاديمية ريال مدريد، مما زاد من حدة الانتقادات. وليد الركراكي يحيط جولته الأوروبية بالسرية. يقوم الناخب الوطني وليد الركراكي بجولة أوروبية سرية لبحث المواهب المغربية الجديدة من الفئات العمرية بين 17 و20 عاماً لتعزيز صفوف المنتخب الوطني. وتهدف هذه الجولة إلى إقناع اللاعبين الشباب بتمثيل أسود الأطلس في الاستحقاقات المقبلة. ومن المنتظر أن يحضر الركراكي مباراة بين باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي قبل عودته إلى الرباط لاستكمال التحضيرات لتصفيات كأس العالم 2026